طبعا دي القهوه التركي. بص البن الاسبريسو يا جماعه عامل ازاي. بن الاسبريسو يا جماعه اهو اصلي اهو اصلي، صح ولا ايه؟ احلى اسبريسو. هو ده الاسبريسو يا جماعه، اسبريسو اصلي اهو، بن مطحون خاص بالاسبريسو. طبعا يا جماعه هو ده الاسبريسو الاصلي، هو ده الاسبريسو الاصلي اهو. طبعا فيديو جديد في يوم السبت 13 رمضان. شوفوا يا جماعه قهوه كلها اصلي اصلي اهي، بن اصلي يطحنها لك قدامك. عنده قهوه تركي، قهوه سوري، قهوه كل حاجه، قهوه اسبريسو، قهوه كل حاجه، عنده كل حاجه. ايطالي عفوا، دي قهوه اسبريسو. تخيل لما يعمل لك القهوه طازه، تخيل لما يعمل لك القهوه طازه قدام عينك، تكون طازه بالسكر ده، احسن ما واحد من مع احترامي من الكافيهات يعمل لك القهوه مركونه بقالها شهور ولا 2. وزي ما شفتوا هو ده الاسبريسو، يطحنها لك في المطحنه على الجهاز ده كده، الجهاز ده في المطحنه، بعد كده ايه يحطها على المطحنه ويطلعها لك كده. انت عندك شغل صح؟ بعد الفطار على طول عندك شغل، انت عندك شغل، عندك تمرين، اي شغلانه، ما تنسوش تشربوا قهوه. ليه؟ لان انت صايم النهارده، لما تكون صايم 14 ساعه، الصيام فيه 14 ساعه، فغلط عليك لما تروح الشغل، الجيم، شغل عندك ضغوطات في الشغل، تروح شغل من غير قهوه، تروح الجيم من غير قهوه، اي شغلانه من غير قهوه مش هتركز في الشغل، دماغك لا قدر الله ممكن تلخبط في الشغل. ولازم نشرب كوبايه قهوه. لا تنسوا الاشتراك واللايكات والدعم. اي مشوار هتروحوه لازم تشربوا كوبايه قهوه. طبعا دي كوبايه اسبريسو. بتعلموا نصايح واشتركوا في القناه وشكرا لكم. اول ما كنت جيت لهم لحد ما غلب وقفته.